الوضع جوه دولة الكيان بيغلي، والفضيحة إن الخلاف أو الانقلاب ظهر للإعلام. ابن نتنياهو هاجم صحفي عسكري معروف اتكلم في مقال عن احتلال غزة، وقال إن ده شبه انقلاب عسكري، والإعلام العبري بيقول إن رئيس الأركان نفسه إيال زمير هو اللي سرب الأخبار. وده معناه إن في صراع قوي جوه البيت سياسيا وعسكريا. ولما نرجع للتاريخ شوية هنلاقي إن الخلاف بين نتنياهو وزمير مش جديد، بس اللي بيحصل في الوقت الحالي بيورينا ويوضح لنا إن في انقسام خطير داخل المؤسسات الإسرائيلية العسكرية. بعض الجنرالات السابقين في جيش الاحتلال رافضين خطة احتلال غزة، وبيحذروا من التورط الكبير اللي ممكن يحصل. في الوقت الحالي دولة الكيان ما عندهاش ورطة في غزة بس، لكن كمان في تفكك داخل الحكومة، وناس من جوه النظام بتتكلم عن انقلاب محتمل واللي جاي شكله مش بسيط. الوضع في كذا منطقة في العالم بيقترب من الانفجار، كل طرف بيجهز، واللي جاي شكله معركة أكبر بكتير من مجرد مناوشات على الحدود. سؤال حلقتنا النهاردة يا صديقي، الحرب الجاية هتكون فين؟ ومين الطرف اللي هيبتدي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. أشوفكم على خير.